قلب مليكة، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن حال. وحشتوني. ما عملتش معاكم النهارده خالص فيديوهات ولا روتينات ولا اي حاجه. كنت فين يا ام مليكة؟ كنت مفرهده خالص، والنهارده الجو حر خالص وقايمه من النوم طول النهار. انا دماغي مصدعه وزهقانه، فبأمانة الجو حر جدا. والله يكون في عون الناس اللي شغاله برضه هنقولها. ولو أول مرة تشوفوني، أنا أم مليكة، بقدم لكم محتوى طبخ روتين كل ما يخص الناس الحلوة، عشان خاطر الناس. أنا بصوا فرحانة جدا يا جماعة من الناس اللي بتخش وبتكتب لي كومنتات حلوة قوي، ويعني الناس اللي هما دخلوا جديد انتوا طبعا على راسي، ويعني ان شاء الله اقدر اقدم لكم المحتوى يعني وكده اللي يسعدكم ويجعل على وشكم الابتسامة والفرحة. فلو اول مرة تشوفوني، اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من ام مليكة. ففيديو النهارده جديد من فيديوهات ام مليكة. واحنا بنعمل ايه بقى؟ ما عملتش اكل النهارده، ام مليكة مش هنا، والنهارده الجمعة، بس هو في الشغل وبيجي بالليل. يعني هو اليوم اللي هو بيروح فيه بالنهار بيجي فيه بالليل. فانا قاعده انا ومليكة بقى مقضينها النهارده. جبنا شويه بطيخ، شويه اناناس، الحاجات اللي تبل الريق دي، وحاجات يعني اللي تفوقنا شويه من الحر ده، لان فعلا الجو حر قوي، وفعلا محدش قادر ان هو ياكل رز وطبيخ، او ان هو مش قادر ان هو اصلا يقف في المطبخ عشان يطبخ. فقولي يا ام مليكة، انت عماله ترغي كده، هتعملي اكل ايه النهارده؟ قلت اما اروق على الراجل والله، عشان خاطر هو جاي بقى من الشغل، فاكيد بيبقى زهقان وكده، فهروق عليه واعمل له ايه، بيتزاي حلوه كده بدل ما يبص بره. ما احنا لما نعمل له البيتزا هيقوم يبص في البيتزا ويتلهي في البيتزا وياكل البيتزا وما يبصش بره. فانا اعمل البيتزا حلوه كده بالسجق. فانا ماليش تركات خالص في البيتزا، العجينه بتاعتها اساسا يعني تمام. انا بعملها بالطريقه العاديه، اللي هو ميه ودقيق والخميره وشويه زيت. لا بحط زبادي ولا بحط بيض. لو في لبن رايب تمام انا بحطه، بفضله يعني، بيبقى حلو، بحط منه معلقه بيخلي العجينه حلوه. وكل مره ببقى بعملها باللحمه المفرومه او بالصدور الفراخ، بس المره دي عايزه اجربها بالسجق. انا عملتها كتير، بس انا يعني كالسجق نفسه انا ما برتاحش في اكله للدرجه، يعني انا ما بفضلش السجق للدرجه. ممكن كبده، الحاجات دي باكلها، بس طبعا مش بتبقى على البيتزا. فقلت اما نجرب كده باختلاف النهارده نعملها بالسجق. وبالمناسبه بابايا اللي كان جايبهولي في الموسم بتاعي، ربنا يا رب يخليهولي، وادعوا له ان هو ربنا يخليهولي يا رب ويطول في عمره. تعالوا بقى نشوف، بطلي رغي يا ام مليكة، تعالوا بقى نشوف البيتزا بقى. قومي يا وليه انت وهي، اعملي بيتزا لجوزك، خليه يتلهي في البيتزا وما يبصش لبره. يلا يا اختي بمكونات البيتزا انت وهي، يلا. اللي عندك حطيه، ما تجيبيش حاجه من بره. بس لو عندك دي يعني مفيش دي، ما هو انت لازم تشتري من بره. ما هتعملي بايه يعني؟ بسميت. المهم عشان ما اضيعش عليكم يا حبايب قلبي، انا احب اجوشكوا كده. عندنا دي اللي هو بتاع الغله. اسكت، لا انزل اقول لحماتي اديني طبق يا وليه انت. بهزر يا جماعه، انا بحب حماتي جدا، ربنا يخليها لي يا رب. وهي قريبتي يعني، من غير ما هي تبقى حماتي، فاهم؟ هي قريبتي، احنا صله قرابه، احنا عيله، بنحب ايه، نلم ببعضينا كده. احنا العيله بتاخد من بعضها. نص عيلتي كلها متجوزه قرايب، امي تبع ابويا، ابويا تبع ستي، ما تفهموش، العيله كلها داخله في بعضها شبكه لبكه. يعني لو حد جه يشتم على العيله، انت جاي منين؟ انت من العيله. المهم قلت لحماتي هاتي لي شويه دقيق، راحت بعت لي الطبق الحلو ده. وبالمناسبه انا مع حماتي تمام، احنا كده، احنا اسره بعضينا، وهي زي ما قلت. المهم كيس الخميره، وده دقيق الغله. فعادي لو ما عندكيش دقيق فين، وعادي تعملي دقيق غله، اي دقيق عندك يلا. هي كده كده هتتعجن كلها وتبقى بيتزا عادي. طبقك يا اختي الجميله ب 10 جنيه الغويط اللي احنا هنعمل فيه. وده بالمناسبه انا اللي ببيعه، انا بتاعت بلاستيكات يا جماعه، وانا بتاعت بلاستيكات وحواوشي وفراخ وكل ما يلزم اي حاجه. انا اشتغلت كتير يا جماعه، انا اتمرمنت، انا شفت اتمرمنت دي، انا طلع عيني. عشان كده بقول لربنا يا رب يبعت لنا رزقنا، وربنا يدينا يا رب. معاكي قلب اختك الطبق اللي احنا قلنا عليه ب 10 جنيه، اقل من 10 ما تجيبوش. من خلقك الجميل، كوبايتك اللي هتعايري بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان طبعا احنا مش هنعمله كله، احنا نفرين، احنا عيله نفرين وطفايه، هنعمل ايه؟ هما بيقولوا كوبايتين دقيق بيعملوا بيتزتين متوسطين، بس احنا عيله تفصى. انا مش هعمل العيله يا جماعه، ده هو انا وجوزي يعني، بس لعل وعسى نفسه تتفتح ونبطل سجاير، لعل وعسى نفسه تتفتح وياكل.
عملنا 3 كوبايات. المهم ان انا مش عايزه اكتر قوي عشان يعني ايه انتوا فاهمين. احنا عيلتين بس، انا وهو بس. والاستاذه مليكه طبعا عامله زي المسمومه ما بتاكلش. فقولي لي انتوا الاطفال عندكم كده؟ انا عندي مليكه سنها طبعا 4 سنين، بتحايل عليها عشان تاكل، والله بمشي وراها بالاكل يعني بجد بتتعبني، وبمشي ورا ابوها بالاكل برضه. انا عندي جوزي برضه مش اكيل يعني للدرجه بجد والله. لما بشوف الرجاله التانية مثلا بنبقى في مناسبه او في فرح، او بشوف ناس شغاله عندنا، يعني بسم الله ما شاء الله لما بتحط قدامهم يعني اكل او شرب بسم الله ما شاء الله يعني بيقعدوا بياكلوا. مش بحسدهم والله الحاجه، بس يعني الواحد بيتحسر على البني ادمين اللي معاه. هبص انا الاقي جوزي بياكل بينقنق كده من على الوش وخلاص يعني. ما مثلا ما تقولوش ان هو مثلا في فرح او في مناسبه او غيره فان هو بيتحرج، لا هو هنا كده يعني، هو اكلته كده. نعمل ايه يا اخواتي في الراجل ده؟ والله العظيم ولا حد عاجبه حال الدنيا. هتقولي لي حال الدنيا؟ اقول لك ولا واحده جوزها تخينه بكرش نافع، ولا واحده جوزها سمباتيك وحلو ومقطقط كده نفع معاها. نخلط دي عشان خاطر ايه؟ بيبقى فيه شويه تراكمات ولا كده. احنا كده عاملين طبعا 3 كوبايات مستريح، 3 بتفاصيل يعني. تمام كده نركب بقى المكونات اللي احنا مش عايزينها. طبعا احنا مسخنين ميه. انا اسفه يا جماعه ان انا رغيت معاكم، بس انا بحب افضفض معاكم كده. ما طول النهار ساكته، ما هو كبت بقى. بعمل ايه بقى؟ كيس الخميره ماشي، بجيب كوبايه حلوه كده بحط فيها كيس الخميره على القمر بتاعي دوت. تعلمي يا وليه انت وهي لما بتعرفيش تعملوا بيتزا، انا واحده ما كنتش بعرف اعملها والنبي. المهم انتوا شايفين كده ولا اقرب لكم من الدنيا؟ المهم معانا الخميره. تمام، معلقه من السكر عشان السكر بيتفاعل مع الخميره جدا. والميه لو مش دافيه زي دمعه العين كده هتبوظ لك الخميره ومش هتخليها نفش. بحب احطها كده اهوت كوبايه من الخميره وادوبها بقى. بحط طبعا على الدقيق نقطه ملح كده ونقلب بقى. قلبي على قد ما تقدري يا اختي. اي حاجه بقى وغطي العلبه بتاعتك، حولي على الحوض، لمي مواعين يا اختي. الخميره بتاع 5 دقايق بالظبط. تمام، ننضف طبعا اي حاجه بتاعتنا، اي حاجه قدامنا. طبعا الدقيق دوت ما سايباه عشان خاطر احطه في كيسه واعينه يعني عامه. طبعا في ناس بتحب تحط بيكنج باودر ماشي مع الخميره عادي بتحطوه، بس لو ما عندكيش عادي تستخدمي الخميره، بس الخميره بتنفش وبتخليها زي العسل عادي. انا لما بيكون عندي بجيب مش عندي يعني لما يكون مثلا انا عايزه اجيب عادي بجيب عندي. تمام، بحط مثلا ايه نص كيس. مش عندي عادي مش لازم اجيب، بحط خميره بمشي بمشي باي حاجه عامه. فطبعا انا ما عنديش جبنه موزاريلا، فلازم اعملها بجبنه موزاريلا عشان ابو مليكه لو ما لقاش عليها جبنه موزاريلا ما بياكلش منها الاستاذ. تمام، انا اللي اخدته على كده، يلا ما علينا بالهنا والشفا. فقلت له وانت جاي من الشغل هات الجبنه معاك، يا رب يكون حد بس فاتح. يا اما هو يلف بقى، يا يلف حوالين نفسه يا ما يجيش بيها. انا قلت له ما تجيليش هنا غير بيها. ف هعمل يعني انا هعمل العجينه وهعمل السجق عقبال ما هو يجي من الشغل. اول ما يجي من الشغل على طول بجيب الكيس افتحه وارشه وادخلها الفرن عقبال ما يهدى كده. طبعا بديله كوبايه ميه يهدى بيها كده، الراجل جاي من الشغل تعبان ربنا يكون في عونه يا رب. ف بيقعد بقى عقبال ما بيغير يرتاح شويه مش عارفه ايه بتكون العجينه استوت. العجينه ما بتاخدش 10 دقايق في الفرن اصلا. فانا بعجنها واعملها كل حاجه عشان على مجيته يكون هو يداني الخميره كتر الف خيره، الجبنه قصدي ولا ايه.
نشوف ليلتنا السودا دي احنا هناكل النهارده البيتزا ولا لا. يا رب بس يلاقي حد فاتح. البوكت بتاعي كده هتلاقوها عملت رغوه كده تمام. انا بسيبها تفور اكتر من كده بس عشان بس العجينه تلحق تتخمر يعني. منزل عليها بكوبايه الخميره كده تمام، ومعلقتين 3 من الزيت، وبسم الله الرحمن الرحيم ببدأ أعجن. هو دي عجنة يا ام مليكة؟ يا جماعة أنا بعجن بكده بتبقى جميلة جدا. طبعا بتقعدي تعجني شوية كده تمام. وبالمناسبة عندي شوية لبن ممكن أعجن بيهم عادي. عندي لبن أهو، كنت شاربة منه الصبح. ببقى أحب أغليه كده وأحطه على البوتاجاز. أحب أعمل مثلا كوباية نسكافيه، شوية سحلبين وكده، أي حاجة أهو في الحر ده. أنا هعمل إيه طيب؟ هنعمل إيه؟ أهم حاجة بس في الليلة دي كلها هو العجن تمام. وبرده هاخد معلقة سمنة، وشوية مية كده اهو. اهم حاجة بس في ده كله مرحلة ايه؟ العجن. لقيتوا العجينة ناشفة شوية، لازم العجينة تبقى طرية معاكم. شوية بساط خالص وقلبي اهو. هلمها بقى طبعا وهجيبها حبايب قلبي تمام. انتوا شايفين؟ بصوا بسم الله ما شاء الله الطبق يعتبر نضف تمام. اهم حاجه ان العجينه تكون مش شاده، يعني العجينه لو مش لينه كده في ايديكي ما بتبقاش حلوه. طبعا احنا عشان في الحر مش هتاخد 10 دقايق اصلا تخمير، فيا ريت ما تسيبوش العجينه تتخمر بزياده عشان طعم الخميره بيبان فيها ما بتبقاش حلوه. يعني احنا كفي الصيف انا بسيبها يا دوب 10 دقايق ربع ساعه بالكبير قوي، عقبال بس ما اعمل التعصيجه واقطع الخضار بس كده خلاص. يعني بصوا بسم الله ما شاء الله اهي. شفتوا الحلاوه؟ حلويات اهو. بفوطه بقى بغطيها وبسيبها في مكان دافي. يعني ممكن مثلا ادخلها الفرن، ممكن مثلا اغطي عليها بطانيه او دفايه اي حاجه. طبعا هنا انا قطعت السجق بتاعي تمام اهوت. انا عامله شويه مش كتار بس عشان طبعا انا لسه بحط البصل عليه تمام. هنا هقطع البصل في الكبه عشان بصراحه وانا بقشره اصلا يعني انا البصل دي ما بتجيش معايا سكه يعني. هريح دماغي واضربه هي ضربه واحده بس. انا كنت عايزه اقطعه جوليان كده بس بصراحه ما قدرتش. عامله بصل كتير يا ام مليكه، احنا بنحب البصل. انا هنا كده بسخن الطاسه، نحط كده شويه زيت كده حلوين مش كتير. هنا البصل بتاعي اهوت. اوعى يا وليه لما تخشي الزيت كده وتروقي على نفسك. العيال يشم ريحه اكل كده وابو العيال يجي يشم ريحه اكل. نقلب كده البصله خلي جيرانك يشم ريحه الزيت ويفتحتح كده. كده اهو. نزلي على بوختك كده بالسجق بتاعك. وهنزل هنا طبعا بطماطمايه وقرن فلفل. شوحي بقى الكلام ده كله كده في بعضه. وطبعا هنبهر بشويه ملح كده، شويه كمون،
شوية فلفل اسود كده واقلبه واسيبهم على نار هادية بقى. كده انا عملت السجق بتاعي كده بقى تمام. وطبعا ابو مليكة جاب لي كيس الجبنة الموتزاريلا. طبعا بصوا بسم الله ما شاء الله الخميرة دافت معايا نص الكمية. لازم تدوها بوكس خفيف كده. خلاص روحي، لازم تدوها بوكس خفيف كده. وهنجيب بقى الصينية بتاعتنا. بصوا الجو نار بأمانة. معانا العجينة بتاعتي، الصينية فيها شوية زيت كده تمام عشان بس ما تلزقش. ونبتدي بقى ان احنا ان شاء الله نفرد العجينة. نمسحوها كويس كده بالزيت عشان متلزقش منها. وبلاش تفردوا العجينة اللي هي النشابة دي عشان خاطر الهواء اللي فيها ما يطلعش. كده هتعملي اسهل واطعم بيتزا بصراحة. اهم حاجة الفرن بتاعك يكون سخن جدا عشان البيتزا ما تاخدش وقت. اهو بسم الله ما شاء الله. ايه يا ام مليكة هتاكلوا ده كله؟ يا جماعة احنا بنحب البيتزا، والبيتزا دي اصلا بالنسبة لنا يعني هي تحلية. وغير كده برضو ما انا بدي يعني مثلا لو بنت سلفتي كده بديها قطعة ولا حاجة. بتخرموها طبعا كده وانا بحط عليها كاتشب. عايزة اجيب واحدة عشان قربت تخلص. هي فيها بس عشان في التلاجة فها ماسك نفسه يعني. ده فيها كتير عامة. لو طبعا مش موجود كاتشب، انا بس عشان مستعجلة والله يعني، عشان خلاص ابو مليكة جاع. انا عمالة اتدلع والله رايحة جاية. فاهمة لو مفيش كاتشب يعني تقدري طماطميتين وبصلاية صغيرة وفصين من التوم تعمليها على البوتاجاز وتضربها في الخلاط وتسبكيها. بتبقى حلوة أوي يعني كأنها بتغني عن الصلصة بصراحة. لما يكون عندي وقت أو مزاج بصراحة بعملها كده اهوت. حتى لو مش هتحطوا كتير يعني، بس أهم حاجة إن انتوا يعني أي حاجة تحمر الدنيا كده. طبعا السجق بتاعنا مواعين عاملين نكسر في مواعين بجد تحفة. وانا مش هحط عليها اي حاجة تاني، هو مش هحط عليها طماطم ولا فلفل لاني انا مبهرة السجق عامة، فمش هستغنى عن ده كله. وفي نفس الوقت اللي بصراحة يعني هي على السجق طماطم وفلفل وبصل وكل حاجة، فمش هحط، هستكفى بكده يعني.
جبنه الموزاريلا. والكيس ده يا جماعه انا بستخدمه على مرتين حرام لما احطه على كيس تمام على مره واحده. وعندي يعني بسم الله ما شاء الله عشان يعمل معايا يعني ايه كميه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش حاجه هتقول لا. تستخدميها من مليكة على مرتين؟ بستخدمه على مرتين. تمام. دي في يعمل مرة تانية. بحطه بقى كده في الفريزر، وقت ما اجي عاوزة اعمل كمان مرة ولا حاجة بعملها. حبايب قلبي البيتزا بتاعتنا اتعملت، ودي مش محروقة بس هي الإضاءة والسجق هو اللي يعني مغمق كده، انما مش محروقة ولا حاجة. هي 100 يعني. هو حصل معانا زي ظرف كده، وان انا بس مش نسيتها ولا حاجة، بس سنة بس. تمام. ودي يا حبايب قلبي كانت البيتزا بتاعتنا النهارده. وده سكرين بقى عشان تعملوا زيها. اشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات ام مليكة. باي.